السلام عليكم البنات واخواتي العجاج، كديرين؟ لبت عليكم، كنت اتمنى تكونوا بخير على خير وان شاء الله صحة جيدة. اليوم غادي نتارك معكم واحد طريقة تحضير بيتزا بالكفتة. كتجي جديدة وخفيفة، المذاق ديالهم بنينة بزاف، جربها ورد على الاخبار. هاد المقادير فيها بسيطة جدا، ما فيهاش مكونات بزاف. غادي نعطيكم المقادير وطريقة تحضير ان شاء الله. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعيل جرس اللون الاحمر وخليها لايك وديروا لي ابوني. مرحبا بكم عندي في قناتي. شكرا لكم على المشاهدات وعلى الابونيت على اختكم عليا. شكرا بزاف. غنخليكم المقادير وطريقة تحضير ان شاء الله. انا نبدا على بركة الله. اولا عندنا ماء دافي، جيت العود يعني جيت الجيتون، عندنا الدقيق الابيض، انا درت ثلاثة ديال الجلافة، عندنا خمرة العجينة يعني فورية، ملحة السكر حسب الذوق ديالكم. نخليكم المقادير ديال العجينة مكتوب بالعربي. غادي نديرو الحشوة. عندنا مطيشة محكوكة، انا درت غير 3 او 4. عندنا الزيت نباتية، البتلة مقطعة على الثلث رقيقة. عندنا الفلافل الاحمر واخضر قطعتها على الدائريه رقيقه، على حسب بغيتو ديروا على الثلث نديروها. عندنا قزبر ومعجون الطماطم والثومه والكفته حسب الرغبه، انا درت غير 10 درهم ديال الكفته بارك الله. عندنا فرماج احمر، توابل فلفل احمر، فلفل اسود، حرقوم، كنجبل. عندنا فرماج ابيض، انا درت فرماج احمر، فرماج ابيض. نتوما اي فرماج اللي كتعملوا. نخليكم المقادير ديال الحشوه بالعربيه. غادي نديرو الطريقه بسم الله. اولا غادي ناخذ الاناء جلافه كبيره، درنا 3 جلافات ديال الدقيق الابيض، درنا نص كاس ديال زيت العود، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال السكر تندا، معلقه صغيره ديال خمره الفوري يعني ديال الخبز. غادي نخلط مكونات بماء دافي، نعجن بماء دافي. غادي نعجنو بشويه بشويه حتى تجمع الخليط ديالنا، تكون عجينه خفيفه ورطبه، ما تكون قاطحه، باش تاكل البيتزا تكون هشيشه ورطبين. صافي غادي ندلكها بشويه بشويه حتى تجمع الخليط. واخا كتبان لكم كتنتق، انا كتجيني هي هذيك عجينه خفيفه. صافي غادي ندلكها مزيان دغيا. صافي غادي نخليها في الجلافه، وغادي نغطيها بالجيف او بلاستيك، نخليها نص ساعه تتخمر شويه. غادي نديرو الحشوه ديالنا. درنا مقله، درنا الطماطم محكوكه 3 ولا 4، الجوز نباتيه او الجوز العود، توابل فيها فلفل احمر، الكركم، الكنجبر، الفلفل الاسود. درنا الثومه والقزبر، هذا ورقه شيداموتا. ممكن نديرو زعتر، حتى انا ما عنديش زعتر، درت انا ورقه شيداموتا. عندنا مقله اخرى، درنا البتله والفلفله احمر اخضر والجوز نباتيه، شويه ديال الملح، شويه ديال البدر. هادي كندير انا، ما كندير التوابل فيها ملح البدر. صافي غادي نشعل البوطه، غنخليها على النار هادئه على حتى نخليها حتى تطيب على خاطرهم. الكفته درت انا شويه ديال الملح، شويه ديال الكمون وفلفل اسود. صافي هادي كندير التوابل. صافي غادي ندير الكويرات، نخلط المكونات وغادي ندير الكويرات بهاد الطريقه. غادي ناخذ مقله اخرى، درنا شويه ديال الزيت العود، وغادي نحط داك الكويرات وغادي نحطوها البوطه على النار هادئه حيت الكفته دغيا كطيب. هانتوما كتلاحظوا معايا التراب. غادي نخلط داك البتله والفلفله حتى دغيا كطيب، كذلك الكفته ديال لاطوط ديال البيتزا. هانتوما كتلاحظوا معايا التراب. غادي نخليها حتى تطيب، نرجع معكم ان شاء الله. هاي طابت البنات الكفته والبتله، كلشي موجود واجدين. عندنا الجيتون اسود، نسيت مرات لكم، انا درت انا شويه، كان ما كيبغيش انا الجيتون، انا قطعتها طرفات. الا ما كتبغاش ما ديروها. صافي غادي ناخذ ديال العجينه خمرات شويه، عجينه خفيفه. انتم كتلاحظوا معنا الصوره. قسمتها على جوج. انا بغيت ندير جوج كويرات يعني جوج بيتزات.
صافي غادي ناخذ الاولى، غادي ندلكها بالدلك، تكون عجينه رقيقه شويه، ماشي رقيقه غير شويه. انا كتعجبني واحد العجينه تكون غليظه شويه ماشي رقيقه، الا درتيها غليظه كتحرق دغيا. انا درتها شويه، نتوما كتحطي حتى هي فيها الخميره ديال الفوريه ديال الخبز. غادي ندير على التكل الدائريه بهذه الطريقه، غادي نديرو الفرشوط نتقبوها بهذه الطريقه. وغادي ناخذ اولا لاطوط ديالنا اللي استعملت انا، غادي ندهن بها على الجوانب الدائريه بهذه الطريقه. هذه البيتزا الاولى غادي ندير ديال الكفته. لحد معنا الصوره، تبعوا معنا من الاول حتى الاخر. غادي نضيف جبن ابيض، نتوما اختياركم اللي كتعمل فرماج، كل واحد اللي كيبغي الفرماج. غادي نضيف البصله اللي تحرناها شويه، كذلك الفلافل يعني فلفله فيها احمر اخضر. الا عندكم اصفر ديروها، حتى انا ما عندي انا غير اصفر اخضر هي اللي عندي. طبعا ندهن بها على شكل الوجه. درنا الكفته نفرقهم شويه بهذه الطريقه، كتجي واحد المنظر زوين بزاف، ما غاديش تبعوا منها، جربها ردها الاخبار. صافي غادي واخيرا غادي نضيف جبن احمر فوق منها، انا درت شويه. صافي غادي نديرو واحد عفوا درت زيتون اسود اقترت طرفه. وغادي نديرو العجينه اخرى الثانيه، حتى هي غادي ندلكها على الشكل الدائري بهذه الطريقه، ولكن ماشي ديال الكفته. انا غادي ندير بدون كفته، بلا فلفله. غير تبعوا معنا وشوف شنو غندير. دابا هذه عجينه الثانيه غادي نديرها على الشكل الدائري، غادي نتقبها الفرشوط، ضروري تقبها باش ما تجيك غليظه بزاف، ما تكونش منفوخه. غادي ندهن بها لاطوط ديالنا ديال البيتزا. غادي نحيد ديك الورقه ديال المرتة او ورقه ديال الغار، غادي ندهن بها على الشكل الدائري نفس الطريقه الاولى، غير هي هذه ما فيهاش الكفته الفلفله. غادي ندهن بها الجبن الابيض، نعمرها. كان ما كيبغيش الكفته ولا اللدان ولا اللحم، كيبغي غير هكا. وغادي ناخذ واحد البتله ما طيبات خضر غير هكا، عرفتي الا درتي هكا كيجي غزال. نديرها نعمرها كامله، نديرها شويه ما نكثرش بزاف حيت عامره لاطوط ديال ماتيتا داك الثلاث. من بعد اخيرا غادي نضيف جبن احمر. صافي غادي نخلي غير هكاك بلا كفته بلا فلفله، كتجي زوينه. غير هذه كتجي غزاله مع الكفته. المهم غادي عطيتك الاول العجينه اول ديال البيتزا، والاخرى عجينه غير هكاك. صافي دخلنا الفران، خليتها حتى طاب على خاطرهم. من بعد خليتها حتى طاب، هي خرجت من الفران. غادي ناخذ واحد ديال الكفته، غادي نقطعوها على الشكل مثلث ولا على الشكل مربع اللي بغيتو نتوما. صافي غادي نكملوا داك اللي باقي نقطعوه كاملين. غنوريكم وحده كتجي هشيشه، المذاق ديالها ديال الكفته واعر بزاف، جربوها. انتم كتلاحظوا معنا الصوره، قطعت هذيك وحده اخرى هي ديال العجينه ما فيهاش كفته ولا غير بتله خضراء كتجي غزاله. صافي من بعد حطيت قطعتهم ودرتها في التبتل بوحده ديال الكفته، اخرى ما فيهاش كفته. جربها وردوا لي اخبار وديروا اللايك.